مجموعة لحن الخلود تقدم البرنامج الرمضاني المنوع حكم وأمثال. حكم وأمثال تعده وتقدمه لكم رانيا أبو سبيتان بالاشتراك مع تسنيم المقداد. يخرجه لكم الدكتور محمد حيدر. تحياتي لكم أصدقائي، وأهلا ومرحبا بكم مع الحلقة الأولى من برنامج حكم وأمثال. مثلنا لهذا اليوم يقول: وعادت حليمة لعادتها القديمة. سمعاني فيها تسنيم هذا المثل؟ إيه، سامعته كتير هذا المثل. رجعت حليمة لعادتها القديمة. طبعا سامعته، مين مو سامع فيه؟ ليش؟ هذا المثل بيقولوه للشخص يلي متعود يساوي الشغلة ويتركها فترة وبعدين يرجع لها، بيقوم بيقولوا له رجعت حليمة لعادتها القديمة. طيب بتعرفي يا حلوة شو قصة هالمثل؟ لا والله ما بعرف شو قصته، سامعته من زمان بس ما بعرف شو قصته. بتعرفيها انت؟ إذا بتعرفيها احكي لي اياها. هاي حليمة يا ستي زوجة حاتم الطائي، الفارس والشاعر الجاهلي المعروف. الله رزقه بزوجة جميلة وكل الصفات الحلوة فيها، بس كان فيها صفة واحدة يعني مو على كيفه. إيه، وشو هالصفة يلي مو على كيفه؟ كانت حليمة بخيلة، يعني كانت لما يجي لعنده ضيوف وتطبخ الأكل ما تحط سمنة إلا شوي صغيرة على الأكل. حتى كانوا يقولوا إنه لما كانت تحط معلقة سمنة على الأكل ترج إيدها من كتر البخل. فخطرت ببال حاتم الطائي فكرة، قال لمرته إنه سمع من القدماء إنه الإنسان اللي بيكتر سمنة على الأكل بيطول عمره والنسوان بيزيد جمالها. قامت صارت لما تطبخ تكتر سمنة بالأكل وصار أكله طيب كتير بجنن. بس دوام الحال من المحال، مرة من المرات توفى ابنها، فزعلت عليه كتير. من كتر ما زعلت عليه زهدت بالدنيا، فصارت بدها عمرها يقصر عشان تلحقه وتموت وراه. فصارت رجعت تقلل سمنة بالأكل ورجع أكلها مو طيب. فصار يقولوا ضيوف حاتم الطائي ورجعت حليمة لعادتها القديمة. هذا المثل وصلنا من أيام الجاهلية يعني. نعم، مثل ما وصلتنا أشعار ومعلقات كمان وصلتنا أمثال. على سيرة هالحكي عندي حكمة حلوة كتير للإمام علي بن أبي طالب، شو رأيك سمعك إياها؟ يلا أتحي فينا. خذي القناعة من الدنيا وارضى بها، واجعل نصيبك منها راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. كتير حلوة هالحكمة. شو رأيك تقولي لنا حكمة تانية؟ أنا بقول بالحلقة حكمة واحدة بس مشان وقت البرنامج. إيه، معك حق، ما بدنا نطول البرنامج أكثر من هيك. إلى هنا أحبتي ينتهي لقاؤنا بكم لهذا اليوم، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة برعاية الله وحفظه. نترككم وإلى اللقاء. وهذه تحية من أسرة البرنامج: رانيا أبو سبيتان، تسنيم المقداد، والدكتور محمد حيدر.